بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. بقالنا فترة كبيرة مش بنعمل فيديوهات طويلة، فقلنا نرجع ونناقش بعض الحاجات اللي وصلنا ليها على القناة الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت للي ما يعرفش احنا عملنا ايه، فاحنا قدمنا الفترة اللي فاتت سلسلة مكونة من 10 فيديوهات عن ال10 المبشرين بالجنة، وحاولنا نحط فيها لمسة على أرض الواقع علشان ننفذ الصفات اللي كانت عند ال10 المبشرين بالجنة. دايما كنا بنسمع عنهم وانا كنت بسمع عنهم، بس كل معرفتي وقتها ان هم ناس كانوا كويسين قدموا حاجات كويسة للدين، غير كده تقريبا معلوماتي كانت صفر عنهم. فقلت اخد التجربة دي معاكم ونعمل تحديات عن ال10 مبشرين بالجنة. انا شخصيا استفدت بالتجربة دي وعرفت معلومات لأول مرة اعرفها. فقعدت مع نفسي كده وقلت لو عملت فيديوهات طويلة ما بيكونش عليها مشاهدات او ما بيكونش عليها تفاعل شوية، فنقدر نقدم المحتوى ده عن طريق الشورت. وبالفعل توكلت على ربنا سبحانه وتعالى وبدأت أول فيديو بتاع سيدنا أبو عبيدة، والحمد لله جاب تقريبا حوالي 16,000 مشاهدة. بعدها بدأت أتحمس أكتر وأبدأ بالشخص اللي بعد كده، وكان سيدنا أبو بكر، وهكذا لحد ما وصلنا لآخر حد من ال10 مبشرين بالجنة معانا. طيب أنا طالع في الفيديو ده ليه؟ أنا طالع باتكلم مع أي حد لسه ما عندوش معرفة أوي بال10 مبشرين بالجنة، وفي نفس الوقت إحنا مش بنلم وبنقول كل المعرفة عن ال10 مبشرين بالجنة، إحنا بس بنشوف أحسن صفات كانت عندهم، وبدي لك لمسة إزاي تطبقها على أرض الواقع، بحيث إنك تعرف لمحة أو تعرف معرفة بسيطة عن الشخصية، وبعد كده تقدر أنت تبقى تذاكرها مع نفسك، تقدر تعرف عنها معلومات أكتر، بس يكون عندك المبادئ والمعرفة بمين ده وعمل إيه وفاد الإسلام بإيه، وكمان الصفات بتاعته دي على زمانه غير زماننا، فإزاي بقى نقدر نطبق الصفات دي في الزمن بتاعنا النهاردة. تمام؟ تمام. فأنت لو تعرف حد معرفته قليلة أو ما يعرفش حاجة عن ال10 مبشرين بالجنة، لو اديت له السلسلة دي هيقدر يستفيد بيها جدا. والسلسلة كلها على بعضها الفيديو الواحد فيها تقريبا أطول فيديو كان دقيقة، وأقل فيديو تقريبا كان 36 ثانية. فتخيل أنت دلوقتي عرفت حد عن ال10 مبشرين بالجنة وعمل صفة من الصفات بتاعتهم دي، تخيل إن في كل مرة بيعمل فعل بالصفة دي أنت بتاخد عليه حسنات. كمان السلسلة دي بتتناقش حتة الأخلاق شوية، خليك تقدم المساعدة لحد أنت تعرفه سواء بالفلوس أو بالمساعدة، أو لو أنت عندك خبرة في حاجة معينة تقدر تقدمها للشخص ده، فبتبدأ تحركك بالحاجات اللي أنت تملكها فيما يرضي الله وفيما يحب الله سبحانه وتعالى. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال لنا: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. للأسف في ناس كتير مفكرة إن الدين إنك تلبس جلابية وإنك تربي دقنك، كل دي أفعال حسنة، أفعال كويسة لو عملتها يبقى أنت جميل جدا وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك، بس ما يكونش عندك الظاهر وانت الباطن بتاعك بايظ. لازم توازن بين ده وده، لازم تصلح ده وده بالتوازي معاه، عشان تبدأ ترسم صورة كويسة للناس ان الناس الملتزمة او اللي بتحاول تقرب من ربنا ناس كويسين فعلا وبساط ومش مقفلين، وعادي يعني الدنيا جميلة وبيضحكوا والدنيا ما فيهاش اي مشاكل. فده اللي كنت حابب اتكلم معاكم فيه، الموضوع سهل وبسيط. عايز اقول لك إن لو حد استفاد بالسلسلة دي، وهتلاقي اللينك بتاعها تحت الفيديو، هتكون ميزان كبير جدا في حسناتك، وان شاء الله ربنا هيغير ناس كتير جدا لو وصل لها المحتوى ده او وصل لها النوع من المحتوى ده. مش بقول ان انا قدمت حاجة كويسة، لكن بقول لو في حد عرف صفة واحدة عن ال10 مبشرين من الجنة هيكون استفادة عظيمة جدا، وهتكون حاجة في ميزان حسناتك. طيب الفترة الجاية بإذن الله هنقدم سلسلة جديدة، وهي سلسلة الأئمة الأربعة، وهنناقش فيها حياتهم وطريقة المعيشة بتاعة اليوم بتاعها. أنت كل اللي هتعمله معايا دلوقتي هتقدم لي مساعدة بسيطة. عايزين السلسلة الجاية بإذن الله هتكون فيديوهات طويلة زي اللي احنا بنقدمها دلوقتي، ولا نخليها فيديوهات شورتس زي اللي كانت بتاعت ال10 المبشرين بالجنة؟ الموضوع سهل وبسيط، وأتمنى تكون الرسالة وصلت، وأتمنى يكون الفيديو عجبك وفادك ولو بمعلومة بسيطة، وأشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.